بزاف منا كيحلم يعرف شنو مخبين علينا وشنو اللي ما بغاوناش نعرفو. كنهضر على مؤسسات فحال البنتاغون والنازا الامريكيه. ديروا في بالكم باللي كاين اللي اخترق قاعده البيانات الامريكيه لدرجه انهم اعتبروها كانت اكبر قرصنه للبيانات العسكريه في التاريخ. ولكن علاش دار هذه المخاطره كامله؟ في الحقيقه كاين سبب واحد، وهو بغى يعرف واش الفضائيين كاينين ولا لا. ديروا في بالكم باللي غادي ينجح في هذه المهمه. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشتركوا في القناه الا بغيتوا طبعا. يلا نبداو. السيد اللي غندويو عليه اليوم سميتو غاري ماكينوم، اللي دار اكبر اختراق عسكري على مر العصور. غاري مريض واحد المرض اللي نادر اللي سميتو متلازمه اسبرغر. الاطفال اللي كيكونوا مرض هذا المرض كيكونوا اذكياء بلا قياس، وكيبقاو يقلبوا ديما على المثاليه في اي حاجه كيديروها. ولكن الاهم هو كيولي عندهم هوس بالمواضيع والاشياء. وبالفعل غاري كان عنده واحد الهوس اللي هو الفضائيين. منين كان عنده 14 عام وهو كيفكر غير في الفضاء والفضائيين، وبدا كيبحث في هذا الموضوع لأول مرة بواحد الحاسوب اللي كان شراه ديك الوقت من لا مارك اتاني. والمشكل الكبير هو ان غاري كل ما كيكبر كل ما الهوس ديالو في هذا الموضوع كيكبر اكثر. بغى يدير اي حاجه باش يثبت ان الفضائيين كاينين، ولهذا السبب بالتعليم الذاتي غادي يتعلم المعلوميات. يعني في وقت الفراغ عوض ما يلعب كان كيتعلم اي حاجه فيها البرمجه، وغادي يهتم بمجالات اخرين اللي قراب للبرمجه بحال التصميم ولا يصايب العاب. يعني هاد السيد ولا مقابل جوج حوايج هما المعلوميات والفضائيين. القصه كتبدا في 2001. حاجه وحده كتعاود في راسو، هي الفضائيين واش كاينين ولا لا. في نظركم فين غادي يقلب؟ فين غادي لقى هاد النوع ديال المعلومات؟ بالتاكيد البيانات ديال الحكومه الامريكيه، نازا، بنتاغون، قوات البريه، قوات البحريه، اللي بغيتي. كون متاكد انه هو اخترق الجهاز ديالهم. في الحقيقه غاري كان كيقلب على جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى كنظن نتوما عرفتوها اللي هي الفضائيين، ولكن الحاجه الثانيه لها علاقه بالطاقه الحره. باختصار كتعني انه كاينه واحد الطاقه اللي مجانيه وكتيره وممكن نستعملوها وقت اللي بغينا. ولكن على حساب الهضره ديال غاري هو انه الحكومات كيخبيو علينا هاد المعلومات باش يبقاو يربحوا الفلوس من ورانا. كيقول باللي كيديروها سبه باش يحتلوا الدول الشرقيه. كيهضر مثلا فحال العراق، وهما يبيعوا لنا البترول في نفس الوقت. اللي الحكومه عندها واحد التكنولوجي اللي كيسمح لها انها تعطي الطاقه للناس كاملين مجانا. والطاقه الحره بالنسبه لغاري عندها علاقه بالفضائيين. ولكن كيفاش دار باش اخترق النظام؟ والاهم شنو غادي يلقى فاش غادي يخترقه؟ ديروا في بالكم انه ما احتاجش يدير مجهود، حيت اصلا معظم الاجهزه في هاد المؤسسات ما كانوش دايرين كلمه السر. وهذا الشيء علاش غيقول فاش غيشدوه باللي هو ما دار حتى شي مجهود باش اصلا يوصل لدوك المعلومات باش يدخل النظام ديال بنتاغون ولا ديال لا نازا. كيكفي بانه يخترق شي موقع عسكري ما محميش بزاف ويقلب على حاسوب اللي ما فيهش كلمه السر ويدخل ليه. غير كيلقاه كيتحكم في داك الحاسوب، وبما انه كاينه شبكه داخليه فكيولي سهل بحاسوب واحد تقدر تتحكم في الحواسيب اللي كاينه كامله اللي كتنتمي لنفس الشبكه. هادشي طبعا كان كيدير بالليل حيت كيكون حتى واحد ما خدام. مره واحده اللي غادي يحصل انه اخترق واحد الحاسوب، واحد المهندس اللي غادي يبان ليه ان الحاسوب كاين شي حد متحكم فيه عن بعد. يعني داك المهندس جالس قدام بيسي وكتبان ليه الماوس كتحرك بوحدها. السيد بالتاكيد غيسول شكون هنا. غاري غادي يجاوبو انا مسؤول على الامن. وبالفعل كان شي واحد كيحاول يخترق هذا الحاسوب، وانا هنا باش نامن الحاسوب عن بعد. المهندس غادي يتيقو وغادي يدير اونتي فيروس وما غادي يلقى والو. وفي هذه كان غاري اول مره غادي يحصل. مهم لمده عامين هو كيقلب في الملفات ديال المؤسسات الامنيه الامريكيه. سؤال اشنو غادي يلقى بالضبط في هاد العامين؟ اشنو غادي يكتشف؟ بالنسبه للطاقه الحره غاري كيقول باللي قلب في ابعد الاماكن ولكن ما لقى والو. ولكن في الموضوع ديال الفضائيين كاين هضره اخرى.
نبداو بدوناهير اللي كانت خدامه في لانازا. بالمناسبه المعلومات كاع اللي غنقول لكم سيو قلبوا عليها حيت ما كنجيب والو من راسي. غادي تقول باللي سونتر سباسيال ديال جونسون كاين بزاف تماك خدامين على حاجه وحده، كيشدوا التصاور اللي مصورين بالاقمار الاصطناعيه وكيمسحوا الاثار ديال الفضائيين. غاري طبعا فاش سمع هاد الهضره غادي يخترق هاد السونتر وغادي يلقى بالفعل تصاور، ولكن الشكل ديالهم مختلف على التصاور اللي كنستعملو. كاينين في ملفات اللي فيهم ان التصاور تنقاو، تصاور اخرين مازال ما تنقاو. كاينه تصويره اللي الحجم ديالها ما بين 200 و 337 امو، اللي كتعتبر واحد الحجم اللي خيالي، وفي ديك الوقت وفي ديك الكونيكسيون غادي يخصو على الاقل ساعتين باش يلاه يقدر يتيليشارجي تصويره، وبطبيعه الحال ساعتين بزاف غادي يعيقوا بيه. وباش يحل المشكل غادي ينقص الجوده ديال التصويره وغادي تبدا تيليشارجا بشويه بشويه. نتوما عاقلين في 2007 كنمشيو للسيبر كنتيليشارجيو شي حاجه كتبان لينا نازله من الفوق بشويه بشويه، وهادشي اللي غيوقع معاه. تيليشارجات بطبيعه الحال غاري ما عمرو شاف بحال هاد الشكل، بان ليه بلي هاد الشكل ما كيشبه حتى شي قمر اصطناعي هو كيعرفو قبل. مي تيليشارجيو التصويره والماوس بدات كتحرك بالزر باغي يقطع النيتورك. يعني كاين شي واحد اللي حصل غاري متحكم في الحاسوب عن بعد، وهنا فاش غيبداو المشاكل، لان غاري ما كان مصوت لدرجه انه كان كيدخل بالبريد الالكتروني اللي خاص به، وبطبيعه الحال البوليس بالزربه وصلوا ليه للدار. جميع المعلومات كاينين في البيسي ديال غاري، وغادي يفضل انه يقول كل شيء. غادي يعترف انه منين دخل الموقع الخاص بامن الدوله، طبعا ميريكان في هادشي ما كتضحكش وما غاداش تضحك مع غاري. من الجهه ديالو كيأكد ليهم انه دار هكا غير باش يعرف معلومات باش يغدي الفضول ديالو. تخيلوا معايا 10 سنين ديال المحاكمه، 10 سنين غير ديال المحاكمه من محكمه لمحكمه، وهو كيقول لهم انا دخلت الحواسب ما فيهاش كلمه السر، يعني اي طفل صغير يقدر يدخل ليها. في الحقيقه غاري غادي يلقى واحد الحاجه اخرى. فاش كان كيقلب غادي يلقى واحد لا ليست عندها واحد السميه غريبه، عملاء غير ارضيين بالجراد وبالاسماء ديالهم، وقائمه اخرى اللي كتدوي على معاملات بين الارض والفضائيين. كيقول باللي امريكا كتوجد واحد الجيش فضائي باستعمال اجهزه متطوره اللي جابتها من عند الفضائيين. ولا عاقلين من عهد دونالد ترامب ولات عندنا القوات الفضائيه الامريكيه. اش كان كيدوي بصح ولا لا؟ الاهم علاش ما خداش الدلائل الكافيه في هاد العامين ديال البحث. من جهتي كنظن انه كيقول الحقيقه، حيت باش تضحي بكل شيء على قبل والو ما كنظنش. وحتى ردة الفعل ديال امريكا اللي اعتبرت هاد الشيء هو اكبر قرصنه في التاريخ ما كنظنش غيديروا هكا غير هكاك. كاين احتمال يكونوا سكتوه وقالوا لي ما تقولش المعلومات كامله وغادي يكون غير الخير. السؤال اللي كاين واش كاينين الفضائيين ولا لا؟ هادشي كيرجع ليك انت والقناعات ديالك. نقدروا نناقشوا هذا الموضوع في التعليقات. وشكرا لكم حيت تابعتوا هذا الفيديو حتى الاخر، ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.